5 كلاب تقدر تهزم الأسد في مواجهة مباشرة، ورقم 1 هيفاجئك فعلا. رقم 5 كنجال التركي، كلب اللي عنده واحدة من أقوى العضات في العالم. كنجال مش بس كلب حراسة، ده وحش اتربى علشان يحمي الأغنام من الذئاب والحيوانات المفترسة، وهدوءه بيخدع أي حد قبل ما يوريه قوته الحقيقية. رقم 4 الراعي القوقازي، العملاق المغطى بالفرو، كلب ضخم وشجاع جدا وبيقدر يقف قدام الدببة والذئاب من غير أي خوف، وحجمه لوحده كفاية يرعب أي حيوان يفكر يهاجمه. رقم 3 البويربول الجنوب افريقي، عضلات وسرعه وهبه ملهاش حدود. الكلب ده معروف بقوته الجسديه الخارقه، واتربى مخصوص لحراسه المزارع والتعامل مع اخطر الحيوانات المفترسه في افريقيا. رقم 2 تيبيتي ماستيف، كلب اللي شكله يشبه الاسد نفسه، ضخم وشرس وصوته مرعب جدا، وزمان كان بيحرس الاديره والجبال من الحيوانات المفترسه واللصوص. ورقم 1 الدوجو ارجنتينو، آلة صيد حقيقيه، سريع وذكي وقوي بشكل مرعب، وتعرف بقدرته على مواجهه الحيوانات الضخمه وبشجاعته من غير اي تردد. ولكن السؤال هنا بقى، انهي كلب فيهم يقدر يهزم الاسد من وجهة نظرك؟ اكتب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناة.